حول أولمبيك مراكش لكرة القدم تأخر بهدف لصفر إلى فوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد على ضيف جوهرة قلميم في المباراة اللي جمعت الطرفين عصر اليوم السبت بملعب الحارتي لحساب الدورة 12 من بطولة القسم الأول هواة شطر الجنوب. وانطلقت المباراة على إيقاع اندفاع الأولمبيك نحو مرمى جوهرة قلميم، غير أن لاعبي الأخير كانوا سباقين إلى التهديف مستغلين عدم تركيز دفاع الأولمبيك لينتهي الشوط الأول بفوز الضيوف بهدف لصفر. وفي الشوط الثاني وصل الأولمبيك ضغطه على مرمى الضيوف إلى أن تمكن مراد كعواش من إحراز هدف التعادل بضربة رأسية، قبل أن يتمكن زميله أسامة شهاب من مضاعفة النتيجة بإحراز هدف الفوز للفريق المراكشي، فيما تمكن لاعب الوسط أنس أيتود من توسيع الفارق بإحراز هدفا ثالثا بعد مجهود فردي غاية في الروعة. وفيما يلي تصريح عز الدين بنيس مدرب أولمبيك مراكش لميكروفون كاش سبورت. نظن بأن المقابلة اللي جمعتنا اليوم مع جوهرة قلميم كنا عارفين بأنها غتكون مقابلة صعبة نظرا للظروف اللي جرينا فيها السفر ديالنا لمدينة ورزازات، فلعبنا يوم الثلاثاء كان سفر شاق، يعني أن رحلة الذهاب استغرقت 10 ساعات ورحلة الإياب استغرقت 9 ساعات، لعبنا في أرضية صلبة، فكنا منتظر. كنت عارف بأن المقابلة غتكون صعبة بالنسبة للاعبنا، كنت خايف لا يظهر عليهم نوعا ما شيء من العياء، ولكن تفاجأت انا بالمستوى اللي ظهر به اللاعبين من ناحيه اللياقه البدنيه، فهم ضغطوا خلال 90 دقيقه بدون توقف. الاصابه الاولى اللي سجلت عندنا ربما جات ضد مجرى اللاعب، عدم التركيز تاع الدفاع ديالنا تمكنوا الفريق جوهرة قلميم من تسجيل الاصابه، ولكن هذا ما حيدش من الثقه ديالتنا في الانفس ديالنا. فخلال رغم اننا خرجنا من الهزيمه في الشوط الاول باصابه واحده لصفر، فالتعليمات اللي عطيت للاعبين اولا هو انهم ما يتنرفزوش ويهزوا الايقاع ويلعبوا على الاطراف، الشيء اللي عطى الاكل ديالو. وسجلنا 3 اصابات، والاصابه الثالثه كانت رائعه من ان اكسبلوا تكنيك انديفيديوال تاع انس أيتود اللي عطى الطعم لهذا الانتصار.